فيلمنا بيبدأ ببطلة قصتنا كوين، واللي بتكون مرتبطة بالجوكر، وبنعرف إنها كانت مشتركة معاه في كل جريمة كان بيعملها. وفي يوم بيقرر الجوكر إنه ينفصل عنها، وبتحاول كوين إنها تتقبل الموضوع ده، وبتقص شعرها وبتحاول تغير شخصيتها علشان شخصيتها دي بتكون مرتبطة بالجوكر وأفعاله. وبتروح علشان تشتري حيوان يعيش معاها، وأول ما بتشوف الضبع مش بتتردد أبدا إنها تشتريه، وكل شوية كانت بتقتل شخص علشان الضبع ياكله. وبيبان كده من تصرفاتها ولبسها وحتى المكياج بتاعها إنها مريضة نفسية زي الجوكر بالظبط. وبنشوفها هي في بار وبتكون سكرانة، وبتكب اللي بتشربه على واحد من اللي قاعدين، وبتنط على رجله كمان وبتكسرها. وبيجي صاحب المكان وبيعرفها ان ده السواق بتاعه، ومش بيعرف يعمل لها حاجة لانه فاكر ان هي لسه مرتبطة بالجوكر، وده خوفا منه طبعا. وبتكون كوين نفسها الناس تخاف منها من غير وجود الجوكر في حياتها. وبعدها بتمشي من المكان، وفي طريقها بتشوف مصنع الجوكر اللي اتقابلوا فيه أول مرة، وبتلاقي عربية كبيرة مليانة غاز، فبتركبها والسواق مش واخد باله، وبتمشي بسرعة عالية جدا، وبترمي السلسلة بتاعتها جنب المصنع علشان يعرف ان هي اللي عملت كده. وبتنط بسرعة من العربية وهي ماشية، وبتنفجر والمصنع كله بينفجر معاها. وبعدها بتروح الشرطة المكان الحادثة، وبتشوف الشرطية السلسلة بتاعت كوين، وبتعرف ان هي اللي عملت كده انتقاما من الجوكر. وتاني يوم بنشوف كوين وهي بتشتري أكل، وبتكون لسه هتاكل الساندوتش، لكنها بتتفاجئ بالشرطية وبتجري منها. لكن كل واحد من اللي هي أذيته بيحاول يخلي الشرطية تمسكها، ومن ضمن الأشخاص اللي هي أذيتهم دول واحد كسرت له مناخيره، والتاني صاحب المحل اللي اشترت منه الضبع وخلت الضبع يعضه علشان عايز حسابه بس، والتالت الراجل اللي كسرت له رجله في البار. وأول ما بيشوفها بيطلع مسدس وبيضرب بالنار، بس بتيجي في العربية اللي بيكون فيها صاحب محل الحيوانات، والعربية بتتحرك وبتخبط الراجل اللي رجله مكسورة، وبتكون مبسوطة جدا من اللي بيحصل ده. وبيقابلها واحد تاني وبيكون عايز ينتقم منها، وده بتكون خطفته هو والجوكر قبل كده وبوظوله وشه. وقبل ما يقتلها بتيجي بنت اسمها الصيادة وبتضربه بسهم في رقبته. وبيجي في الوقت ده رجالة صاحب البار ساينوس اللي كانت فيه وبيخطفوها، وبيكون خاطفها علشان ينتقم منها على اللي عملته، بعد ما عرف طبعا ان الجوكر انفصل عنها. وفي مشهد تاني بنشوف الشرطية وهي بتتكلم مع النقيب وبتقوله انهم لازم يقبضوا على ساينوس، لانها عرفت انه عايز يسرق ماسة ب30 مليون دولار. بس زميلها ده بيقول لها انت عارفة الراجل ده خطير قد ايه، ومش عايزين ندخل معاه في مشاكل. وبتتصدم جدا الشرطية من كلامه ده. وبنروح لساينوس وهو بيتكلم مع 2 من رجالته واللي بيكونوا فيكتور وديانا، وبيقول لهم المكان اللي هيسرقوا منه الماسة، وبيسألوه عن كوين، فبيردوا وبيقول لهم ان هو هيموتها. وبنشوف فيكتور وديانا بعد ما سرقوا الماسة، وبتسيبها ديانا مع فيكتور وبتروح تجيب العربية. في نفس الوقت بتظهر بنت صغيرة وبتكون محترفة في السرقة، وبتقدر انها تسرقها من جيب فيكتور من غير ما يحس. وبتيجي الشرطة في الوقت ده علشان بيكون متبلغ عن البنت دي كتير وبياخدوها. وبتيجي بعدها ديانا وبيكتشف فيكتور ان البنت سرقت الماسة من جيبه، وبيروحوا بسرعة لساينوس وبيفضل يزعق لهم على اللي البنت عملته فيهم. وبيروح لكوين علشان عارف ان هي اللي هتعرف تساعده في الموضوع ده، وبيحكي لها اللي حصل وبيطلب منها المساعدة، وبتوافق وتروح للقسم وبتطلع سلاحها وتضرب الضابط وتبدأ ضرب في كل واحد موجود. وبتدور على المفاتيح بتاعة السجن ومش بتلاقيها، وبتعرف ان الابواب مقفولة بسيستم، وتفضل تكسر في الجهاز علشان يبوظ والابواب تتفتح كلها. وبتشوف البنت الصغيرة وبتروح لها، لكن المفاجأة ان كل اللي في السجن يعرفوها اعز المعرفة لانها السبب في وجودهم هنا. والابواب بتتفتح كمان في الوقت ده، وبتبدأ حرب معاهم، وبتقدر كوين انها تخلص عليهم كلهم، وبتعرف قوات التدخل السريع باللي حصل وبيوصلوا بسرعة. وطبعا لانها كوين بتقدر انها تقضي عليهم كلهم، وبتجيلها الشرطية علشان تقبض عليها، وبتضربها كوين وبتاخد البنت الصغيرة وبيمشوا، وبتسألها على الماسة، والبنت بتعمل نفسها مش عارفة هي بتتكلم على ايه. فبتبص لها كوين بصة كده، فبتقول لها البنت انها بلعتها وبتاخدها معاها البيت علشان ترجعها. وبعد كل الجرايم اللي عملتها النهاردة بتقعد هي والبنت يتفرجوا على كرتون. وبعدها بنشوف الصيادة اللي شفناها في أول الفيلم وهي في المطعم اللي تحت بيت كوين وبتسأل عليها، وبيقول لها صاحب المكان إنه ما يعرفهاش، وبيكون بيكذب طبعا لأنهم أصحاب. طب هي مين الصيادة دي وإيه حكايتها وعايزة كوين ليه؟ وبنرجع فلاش باك وهي صغيرة وبنشوفها هي وعيلتها اللي بتكون غنية جدا. وفي يوم بيدخل عليهم عصابة وبيقتلوا عيلتها،
وبياخدوا كل الفلوس اللي موجودة، وبيشوفها واحد من العصابة وبيقرر انه ياخدها تعيش معاه، وبيفضل يدربها دايما على فنون القتال وازاي تمسك السلاح، ويفضل دايما تفكر نفسها انها وقت ما تكون جاهزة هتاخد حقها من اللي قتلوا عيلتها ودمروا حياتها. وبتكبر وبنشوفها وهي بتنتقم من الناس دي وبتاخد منهم الفلوس اللي اخدوها زمان، وبيفضل واحد بس لسه ما اخدتش حقها منه وهو ساينوس صاحب البار. وبنشوف فيكتور وهو رايح يقول له ان كوين خرجت البنت من السجن واختفوا هما الاتنين، فبيتعصب جدا وبيأمروا انهم يدوروا عليهم. وفي الناحية التانية بتتكلم الشرطية مع النقيب وبتقوله ان ساينوس هو السبب في كل اللي بيحصل ده، فبيفكرها انه حذرها قبل كده انها تبعد عن ساينوس لانه خطر، وبيوقفها عن العمل. وبنشوف كوين وهي قاعدة مع البنت وبتحط لها مانيكير، وبتحس ان في حد واقف ورا الباب، فبتقوم بسرعة هي والبنت علشان ينطوا من الشباك. ولما بتطلع من الشباك بتتفاجئ بواحد مستنيها تحت وبيرمي قنبلة عليها وبتنفجر في البيت، بس بتقدر انها تخرج هي والبنت من البيت بسلام. وبتكلم ساينوس وبتقول ان البنت معاها وبتتفق معاه انها تسلمها له بس ما يأذيش البنت، وبيوافق وبيقول لها على المكان اللي هيتقابلوا فيه واللي بيكون في الملاهي. وبيقول لفيكتور وديانا يروحوا يقابلوا كوين والبنت وياخدوا منها الماسة وبعد كده يقتلوهم. وبتكون ديانا معترضة على ده من جواها، وعلشان كده بتكلم الشرطية وبتقول لها على اللي هيحصل وعلى المكان اللي هيبقوا فيه. وبعدها بتركب العربية هي وفيكتور علشان يروحوا للمكان، وبياخد باله فيكتور ان في رسالة وصلت على تليفون ديانا من الشرطية، وبيتصل بسرعة على ساينوس علشان يقوله، وبيقوله ساينوس ما يحسسش ديانا بأي حاجة وانه هيجي بسرعة. وبتوصل كوين هي والبنت للملاهي وبتربطها في كرسي، وبيخبط الباب في الوقت ده وبتلاقي الشرطية اللي بتضربها اول ما بتشوفها، فبتقوم لها كوين وبتضربها وبتوقعها في الازاز. وبتدخل ديانا هي وفيكتور وبيضرب كوين بسهم فيه مخدر وبيغمى عليها، وبتكون ديانا بتفك البنت الصغيرة من غير ما حد ياخد باله، بس بيكتشف فيكتور وبيوجه عليها المسدس وبيقول لها تفتح بطن البنت بالسكينة وتطلع الخاتم. وبتكون ديانا رافضة ده طبعا، وبتيجي الصيادة للمكان ومش بنبقى عارفين مين اللي قال لها، وبتقتل فيكتور. وبتفوق كوين وبتيجي الشرطة تاني وكلهم بيبقوا رافعين السلاح على بعض، وبيتفاجئ بوجود ساينوس، ومش بيكون لوحده، لا ده بيكون معاه فريق كبير جدا، وبيتفقوا هما الخمسة انهم يبقوا مع بعض علشان هدفهم واحد، وهو انهم يتخلصوا من ساينوس، وكل واحدة بتأمن نفسها بسلاح، وبتبدأ المعركة بينهم. واثناء ده بيخطفوا البنت الصغيرة وبتاخد بالها كوين وبتطاردهم، وبتساعدها الصيادة في ده، وبتقدر توصل للعربية اللي فيها رجالة ساينوس وبتقضي عليهم. وبعدها بتوصل لعربية ساينوس وبتقتل السواق، وبيكون ساينوس مشتت من اللي بيحصل وبيخبط في تمثال، وبيمسك البنت الصغيرة وبيكون عايز يقتلها. وبتكون كوين زعلانة جدا وبتعتذر للبنت لانها السبب في اللي هي فيه ده دلوقتي، وبتفاجئها البنت ان هي حاطت القنبلة في جيب ساينوس وهتنفجر دلوقتي، وبتضربه كوين وبترميه من فوق والقنبلة بتنفجر بيه. وبنشوف الخمس بنات وهم متجمعين وبيحتفلوا بالانجاز العظيم اللي عملوه ده، وبتقوم البنت الصغيرة علشان تطلع الماسة وبتقوم معاها كوين علشان تساعدها طبعا، وبنكتشف ان هما الاتنين متفقين مع بعض وهربوا بالماسة. واما الشرطية وديانا والصيادة بيبقوا فريق واحد علشان ينتقموا منهم، وبتكمل كوين مع البنت الصغيرة حياتها بعد ما باعوا الماسة وقسموا فلوسها. ودي بتكون نهاية فيلمنا.